10 أفلام مصرية وكوميدية جديدة هتغير مودك 180 درجة. وتعتبر الكوميديا هي العمود الفقري للسينما المصرية، وهي الأكثر نجاحا وإنتاجا على مر السنوات الأخيرة، لأنها بتعكس الروح الخفيفة للشعب المصري وبتجسد مشاكله وطموحه بطريقة غير مباشرة. وإحنا في الفيديو ده هنقدم لمتابعينا أفضل 10 أفلام مصرية كوميدية جديدة بتقدم جرعة كبيرة من الضحك والفكاهة. في البداية بندعوكم لزيارة موقع موفيبيديا، وده موقع متميز وخاص بينا ورائد في ترشيحات الأفلام والمسلسلات، واحنا ضامنين أكيد إنها هتعجبك. وما تنساش تخش تشوف موقع موفيبيديا، وما تنساش تصلي على النبي وتدعي لإخواتنا بالنصر والثبات. يلا بينا. الفيلم الأول معانا هو فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة. في حد عنده دم يبني لنا بيت زي ده؟ ماله البيت ماله؟ حنفية المطبخ ما بتنزلش ميه. الله عليك عبقري. وبتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية درية وصالح، واللي بيعانوا في حياتهم من بعض المشاكل، بس حياتهم دي بتتقلب مرة واحدة لما بيكتشفوا بوابة زمنية متصلة بعالم تاني. الفيلم فكرته جديدة علينا واتقدمت بشكل جميل جدا، سواء على مستوى التمثيل أو الإخراج المبهر، وكمان بيصلح للمشاهدة العائلية الخفيفة، وهو من أفضل الأفلام الكوميدية المصرية اللي اتعملت في 2024. والفيلم من بطولة هشام ماجد وهنا زاهد وبيومي فؤاد ومحمد ثروت. ما انا مش متاكد انك ابويا. يا ده انا ابوك بس حلقت دقني. لا انا مش متاكد انك ابويا بيولوجيا. الفيلم التاني معانا هو فيلم مقسوم. بنكلم حضرتك علشان فرقه اميتشي محتاجينها، وكل اعضاء الفرقه يجوا يغنوا الاغاني اللي وحشانا جدا، ونحتفل مع بعض باليوبيل البلاتيني لفندق فاصل. بتدور قصة الفيلم حول 3 شخصيات، وهم إيمي ورانيا وهند، واللي بتيجي ليهم دعوة لإقامة حفل موسيقي في أسوان لإعادة إحياء فرقتهم الموسيقية اللي شبه انتهت من زمان. والفيلم ده بيحطهم في قلب مغامرة موسيقية أخيرة مليئة بالمواقف غير المتوقعة. الفيلم لذيذ جدا وخفيف على القلب، وبمجرد ما هتبدأ في مشاهدته هتلاقي على وشك الابتسامة تلقائيا من كتر الأجواء الخفيفة والملهمة. والفيلم من بطولة ليلى علوي وشيرين رضا وسما إبراهيم وسارة عبد الرحمن وعمرو وهبة ونوران أبو طالب. الفيلم الثالث معانا هو فيلم الحريفة. بطولة ايه اللي عايزين تشتركوا فيها باسم المدرسة؟ ما تقلقش يا محمد بيه، العيال دول هيشرفوكوا شرفوا المدرسة. الفيلم ده بيدور حوالين شخصية ماجد، واللي بتجبره الظروف إنه يسيب حياته المرفهة ومدرسته الخاصة وبيروح لمدرسة تانية حكومية، وبيعيش في بيت صغير، ومن هنا بيعيش حياة هو مش متعود عليها. الفيلم بشكل عام خفيف جدا وشبابي ومحفز. والفيلم من بطولة نور النبوي وأحمد غزي وكزبرة، واللي عمل أداء مميز، وخالد الذهبي والكابتن أحمد حسام ميدو. أما الفيلم الرابع معانا هو فيلم أبو نسب. أنا في حاجة عايزة أقولها لك. أنت يا علي يا ابني نسبت أكبر وأخطر إمبراطورية إجرامية في تاريخ البلد. بتدور قصة الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية علي، وده دكتور أطفال غريب الأطوار بيستعد للزواج من داليا حبيبته، لكن حياته بتتقلب 180 درجة لما بيعرف إن أبو حبيبته زعيم أكبر عصابة في مصر. الفيلم في المجمل بيوفر جرعة كبيرة من الضحك، وفي إطار خفيف وسلس وتناغم كبير ما بين الشخصيات. والفيلم من بطولة محمد إمام وياسمين صبري، وده ما كانش أول عمل يجمعهم، وماجد الكدواني ووفاء عامر وهالة فخر. لا رحمة، لا هوادة، لا حول ولا قوة إلا بالله. الفيلم الخامس معانا هو فيلم فوي فوي فوي. انت اصلا مش ترجع من كينيا دي تاني؟ كينيا مين يا ابو كينيا؟ انا راسم على اوروبا. بيعرض الفيلم حياة حسن، وده شاب بيعاني من ظروف مادية صعبة، فبيقرر انه ينتحل شخصية لاعب كرة قدم لفريق المكفوفين علشان ينضم للفريق اللي على وشك ان هو يسافر علشان يشارك في بطولة كاس العالم اللي هتقام في اوروبا. ومن هنا طبعا جات له الفكرة انه يسافر معاهم وما يرجعش على مصر تاني. الفيلم بيقدم مزيج عالي جدا من الكوميديا والدراما الاجتماعية ونوع من الكوميديا السوداء، والادوار والمواقف الكوميدية فيه متوزعة بدون اي حشو او افتعال. والفيلم من بطولة محمد فراج ونيلي كريم وبيومي فؤاد وطه دسوقي وامجد الحجار. بيت بقول لك ايه، انا عامل ما بشوفش، خليك معايا على الخط وانا هفهمك بعدين من فضلك. الفيلم السادس معانا هو فيلم رهبة. كابتن عايزه اروح ورا مصنع الكراسي. بتدور قصة الفيلم حول شخصية سيد رهبة، واللي بيعيش في أحد المناطق الشعبية، وبيستخدم قوته وذكائه علشان يفرض سيطرته على الحي اللي بيعيش فيه. بس في يوم من الأيام بيتعرض لحادث مأساوي بيقلب حياته كلها،
وعلشان تعرف حجم الكوميديا اللي فيه ببساطة، فأبطال الفيلم هم أحمد الفيشاوي ومحمد لطفي ونسرين أمين ومحمود البزاوي ومصطفى غريب وعبد الرحمن حسن وأخيرا أحمد رمزي. الفيلم لو قلتها تاني هموتك. انا ما كنتش متوقع يعني ان هيجي يوم والمعلم سيد يتضرب بالجزمه. يابا ما هو اللي قال ياما. الفيلم السابع معانا هو فيلم المطاريد. سيفونيه 13 ايجيبشن باوند. ايه الايجيبشن باوند ده؟ يورو، دولار، ايجيبشن باوند، اعلى واحد فيهم. بتحكي قصة الفيلم عن شخصية صلاح اللي راجع من أمريكا بعد وفاة أبوه علشان يبيع ميراثه ويرجع على أمريكا تاني، بس هو بيكتشف إن الموضوع مش بالبساطة دي، لأنه بيكتشف إن الميراث اللي أبوه سابهوله هو عبارة عن نادي، والنادي ده مليان مشاكل وعليه ديون، والفيلم حرفيا مليان بالمواقف الكوميدية اللي هتخليك تضحك طول الفيلم، خصوصا إن الطاقم بتاعه شبابي بالكامل. والفيلم من بطولة أحمد حاتم وطارق عماد ومحمود الليثي ومحمد محمود ومحمود حافظ. النادي بتاعنا ده هينجح نجاح محدش متوقع. الفيلم الثامن معانا في القايمة هو فيلم البعبع. ازيك يا بابا؟ بابا مين يا؟ بابا انت يا حبيبي. الفيلم بيدور حوالين رجل عصابات بيقع في كمين خلال عملية تهريب آثار، وبيلاقي نفسه نتيجة لكده مطارد من الشرطة والعصابة نفسها. بس كل ده مش حاجة جنب اللي هيكتشفه بعدها، وهو إن ليه طفلين وهو مسمعش عنهم أي حاجة قبل كده من مراته القديمة. وهنا هنشوف البطل هيتعامل إزاي مع المواقف الغريبة اللي هتحصل له فجأة. والفيلم بيقدم جرعة كبيرة من الإثارة والأكشن، ومن وجهة نظري ده واحد من أفضل الأفلام اللي صدرت في 2023. والفيلم من بطولة أمير كرارة وياسمين صبري ومحمد أنور وباسم سمرة ومحمد عبد الرحمن. انا ممكن بتعمل ايه يعني؟ انا ممكن اعيط وابهدل لكم الدنيا هنا، اقسم بالله العظيم. الفيلم التاسع معانا هو فيلم العميل صفر. حاول تستفيد من خبرة العميل صفر في أصول وقواعد التأمين. بتدور قصة الفيلم حوالين شخص بيشتغل فرد أمن، وبيكون حلم حياته إنه يكون شبه العميل الأسطوري جيمس بوند، ونتيجة للطموح الساذج ده بتورطه في سلسلة من المشاكل اللي هو مش قدها. الفيلم من بطولة أكرم حسني وأسماء أبو اليزيد وبيومي فؤاد ومصطفى غريب ومحمد وتاكا. وما ننساش كمان التناغم الكبير اللي كان ما بين أكرم حسني ومصطفى غريب، واللي عملوا في الفيلم مجموعة من اللحظات الكوميدية اللي مش ممكن تنساها. كده يبقى العركة ابتدت. أما الفيلم العاشر معانا والأخير هو فيلم وش في وش. ده اقرب موقف اتعرضت له في مجال عمل، عيلتين يبان عليهم الاحترام، لكن الظروف خلتهم في مواجهه بعض. في الفيلم ده بنشوف مجموعة من المواقف اللي بيمر بيها الزوجين بسبب أهلهم، واللي اجتمعوا مع بعض في شقة واحدة في نفس اليوم، ومن هنا بيبدأ يترتب عليه كمية صراعات ومفارقات كتيرة نتيجة للاختلاف الثقافي والاجتماعي اللي بينهم. وأبطال الفيلم هم محمد ممدوح وأمينة خليل وأحمد خالد صالح وبيومي فؤاد وأنوشكا. تخيل لما تبقى احلى حاجه في حياتك هي الحاجه اللي بتلاقي بيها دراعك. احنا نكون في العلاقة دي خلاص. وبكده أكون وصلت لآخر الفيديو، ولو أنت لسه متابع معانا لحد هنا ما تنساش بقى تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو وتزور موقعنا، ويستنانا في فيديو جديد وترشيحات جديدة. سلام.